المشاعر حقيقية جدا، لكن المهم ان احنا نفكر في الاسباب المصاحبة او اللي ورا هذا الشعور. يعني مصدر الشعور ده ايه، فنناقش اسبابه. من هنا بيختلف شعور بني ادم عن شعور اخر. من الحاجات كمان اللي يمكن بنتلخبط فيها المشاعر وعكسها. يعني مثلا الحب، الكراهية. الحب مش عكس الكراهية، الحب ده شعور منفصل، والكراهية والعياذ بالله يعني برضو هي شعور منفصل. ممكن انك ما تحبش حد، لكن مش بالضرورة انك تبقى بتكرهه. هل الشجاعة هي عكس الخوف؟ الحقيقة انه لا. الشجاعة مش انعدام الخوف، الشجاعة هي ان انا اقاوم الخوف. عشان كده احنا اوقات بنتورط في مفاهيم او في تفسيرات لمشاعرنا ممكن تبقى بتعطلنا عن حاجات كتيرة قوي. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة نصاحب مشاعرنا، يعني ان احنا ما نعملش خناقة مع مشاعرنا، نبقى متقبلينها. مصاحبة الشعور بتخلينا نناقش مصدر المشاعر دي ايه الاسباب اللي وراها. لما بنناقش بالمنطق بنطلع بره دايرة المشاعر، ما بنبقاش يعني غطسانين ومغموسين فيها قوي. المنطق دايما بيفصلنا، بيخلي الرؤية تبقى عن بعد، فبنشوف مشاعرنا من زاوية تانية. الحقيقة انها مسألة مش سهلة، لكن مسألة ممكنة جدا جدا جدا، بس لو ركزنا فيها وبدأنا نفسر مفاهيمنا او تعريفاتنا للمشاعر بشكل مختلف. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ الحقيقه انه هيفيدنا في حاجه مهمه جدا جدا، وهي انه مشاعرنا اللي احنا مش راضيين عنها او اللي تعبانه او اللي معطلانا او اللي متقله شيلتنا النفسيه، انه احنا نبقى بنتحرر منها. كل ما قدرنا نناقش الاسباب اللي ورا المشاعر، كل ما قدرنا نتحرر من المشاعر اكتر واكتر. التحرر من المشاعر بيخلينا أشجع. يعني إيه بيخلينا أشجع؟ بيبقى عندنا قدرة أكتر إن إحنا نغطس جوه المشاعر أكتر، ندخل أعمق جوه نفسنا الحقيقية، ونفهم مشاعر يمكن كانت جوه جوه ومدفونة، لكن إحنا ما اديناهاش الفرصة إن إحنا نفهمها. هنطلع مشاعر جديدة، هنكتشف مشاعر جديدة، هنحرر مشاعر جديدة، سواء بالتخلص منها أو سواء بإن إحنا بنحييها. بلاش نسجن مشاعرنا، خلينا نحررها، خلينا نكتشفها